للشباب، شكرا للجمعيات، شكرا للاحزاب المشاركه. الان مجموعه من الكلمات، مجموعه من الفعاليات ابت الى ان تشارك بكلمات متواضعه، نرجو ان لا يطيل احد في الكلمات. البدايه هنا عندي كلمه للحاج مصطفى بومهدي، فليتفضل مشكورا. هذا الدستور الذي سنصوت له جميعا بنعم، وندعو جميع سكان مدينة تفلت أن يتوجهوا إلى صناديق اقتراع يوم 1 يوليوز فاتح. نعم، هذا الدستور الذي ساوى ما بين المواطنين، هذا الدستور الذي أصبح يتكون من 180 فصل من 14 باب، كلها من الشعب وإلى الشعب، كلها بنود وفصول وأبواب جاءت لمصلحة كل الجماهير الشعبية، كل الجماهير المغربية، وكل الجماهير المستضعفة والتي تعيش في المغرب العميق، ونقول لكل العدميين ولكل الضراميين الذين يسعون للتشويش على المغاربة وللتشويش على كل المواطنين، للتشويش علينا وعلى فرحتنا، نقول لهم إننا مستعدون جميعا لمحاربتكم، لأننا ملكيين، وأن الملكية تاج فوق رأس كل المغاربة. بالوحدة والتضامن نبغيناه يكون، بالوحدة والتضامن نبغيناه يكون، نبغيناه يكون، إذا هاد الناس هادو اللي اليوم كيقولوا بأن هذا الدستور ما هواش من المغاربة، كنقولوا لهم عمركم انتوما ما كنتوا مع المغاربة، ديما انتوما ضد المغاربة وضد الشعب المغربي، لأن الأجندة ديال الأعداء ديالنا خارج التراب الوطني كنعرفوهم أنهم كيسعاو للتشويش على ما يعيشه المغرب من خيرات، وما يعيشه من استقرار ومن أمن ومن طمأنينة. وكنقولوا اليوم بأن المغاربة كلهم موحدين حول صاحب الجلالة الملك محمد السادس. يا شباب المدينة، يا شباب المدينة، الدستور نبغينا، 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 يا شباب المدينة. وحنا جميع اليوم تنقولوا لهاد الناس هادو اتقوا الله في نفوسكم، لأننا عطلتونا 40 سنة والمغرب معطل، واليوم بدات الإصلاحات، واليوم الشعب كله كيشارك فيها، المغاربة كلهم كيشاركوا فيها، وتاريخكم كله دماء، وتاريخكم وأهدافكم معروفة، فالمغرب سيظل ملكية
هو الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. وحاش موت يا العدو والملك عنده شعبه، موت 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 موت يا العدو الملك عنده شعبه، موت موت يا العدو. اخوان ان كاينه كلمات اخرى كنقول لجميع السكان ديال كيفي الله يجازيكم بخير. نهار الجمعه نمشيو جميع نخليو شغالاتنا ونخليو امورنا ونمشيو نأديو الواجب الوطني ونعبروا على القرار ديال سيدنا وعلى القرار ديال الشعب المغربي اللي هو نعم 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 للدستور. وشكرا لكم والسلام. نطلب منهم أن يجعلوا يدهم في يدنا وأن يتصلوا بنا ويذهبوا يوم الجمعة إن شاء الله للتصويت ويقولوا نعم نعم للدستور. أختي خواتاتي بنات عمي خالتي جداتي كل شيء نمشيو نصوتوا ونقولوا نعم للدستور. نحن العيالات تنقولوا نعم للملك نصره الله، عطانا الحق ديالنا سوانا مع الرجل، فلماذا لا نقول نعم؟ فنحن مع الملك نعيش في الاستقرار ونطلب أن أبناءنا يعيشوا في الاستقرار، فلذا نطلب من الجميع أن يصوتوا بنعم. أيها النساء أطلب منكم جميعا في المدينة في القرية خلي كل الشغل ديالك وسيري صوتي وأدي الواجب الوطني، لأن بهذا الواجب الوطني إن شاء الله غتطلب لي الاستقرار الأبناء ديالك اللي عاد طالعين إن شاء الله. كلنا بصوت واحد نقول نعم للدستور، نعم للدستور، نعم للدستور.